حرص الفنانان أمير عيد وحميد الشاعري على نعي الفنانة رانيا شعلان التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع طويل مع مرض السرطان أدى إلى احتجازها في أحد المستشفيات حتى وفاتها. وشارك الفنان أمير عيد مجموعة صور تجمعه بالراحلة رانيا شعلان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووجه لها رسالة تحمل كلمات مؤثرة. وكتب عيد: ارقدي بسلام يا صديقتي، كنت من دواعي سروري للغناء ومشاركة المسرح معك، لقد ألهمتني دائما بشجاعتك وموهبتك وقلبك الكبير، شكرا لك على الصداقة الفريدة التي كانت لدينا، لقد كنت جزءا مهما من رحلتي وسوف نفتقدك حقا. كما نعى الفنان حميد الشاعري الراحلة رانيا شعلان حيث شارك صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الفنانة الراقية الجميلة رانيا شعلان. وداعًا رانيا. أعلن الفنان حمزة العلي عن وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان، حيث شارك منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة، ويسكنك جنته الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله. رانيا شعلان هي فنانة مصرية من مواليد 1970، تخرجت من كلية الفنون الجميلة، لديها هواية النحت والغناء والجيتار. بدأت رانيا مشوارها الفني منذ 20 عامًا، وكانت أول ظهور لرانيا شعلان بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة في نهاية التسعينات، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان. ومن أشهر أعمال الفنانة رانيا شعلان خيال المآتة وبحلم.